ازاي بتسمي عدم التأهل من المجموعة الأولى في كأس العالم نجاح؟ انا ما قلتش نجاح، انا ما قلت لك حضرتك بتقول نجاح. مش إخفاق. ما هو مش اخفاق، ما هو في فرق بين اخفاق وفشل. لو مش إخفاق فهو ما هو إيه؟ انا لما اخرج بلايحه يا ابراهيم غير لما بخرج صفر اليدين، انا خسران الثلاث مباريات او خسران مباراتين. بيقول لك لما بخرج بلايحة غير لما ببقى خارج صفر اليدين، يعني هو كده بالنسبة له ان هو عمل انجاز عشان خاطر ان هو خرج باللايحة اللي هي الكروت الصفراء او فريق الاهداف. وبيقول له انا ما عملتش اخفاق وما نجحتش. طب انت ايه؟ يعني المجموعة اللي كانت معاك فيها اليابان فرقة في المتناول، المفروض فيها نيوزيلندا تصنيفها بعيد جدا عنك ومش فريق مستحيل يكسبك لو لعبك حتى منتخب اول او اي حاجة، ما عندهمش كرة اصلا. وكسبت تشيلي في اخر ثانيه كرة ثابته، يعني بمجهود فردي. انت عملت ايه؟ ولا شكل ولا منظر. يعني انت شرفتنا في ايه في البطوله دي؟ مش فاهم. كمل معايا. فشل مش اخفاق حتى، يعني حتى كلمه اخفاق دي حنينه، كلمه طب حنينه. يا كابتن أسامة نعم. طول بالك عليا. اه أنا لما بقول صح. إن أنا خرجت بالإنذارات حضرتك دلوقتي بتوصف لي الواقع الأخير، لكن اللقطة فيها صورتين قبل لا كده. صورتين دول ما انت الصورتين بيقولوا إن أنا هتتفرج. لعبت قدام اليابان وخسرت ماشي ونيوزيلندا وخسرت. اوكي. انا بص بقى، ابراهيم فايق هنا زنقه. ابراهيم فايق قال له انت سيبك بقى من الماتش الاخير واللايحه وان انت كسبت ودخلت في حسبس بقى حسابات ونقط وفرق اهداف وانذارات والقصه دي. انت عندك حتتين قبل كده، ماتشين قبل كده، عملت فيهم ايه؟ خسرت من اليابان 2-0، ما لعبتش كوره بربع جنيه عشان نقول ان انت عملت اللي عليك. خسرت بعد كده من نيوزيلندا اللي هي مش مصنفه، بعد ما كنت كسبان 1-0 خسرت 2-1 وما عملتش كوره برضك بربع جنيه. انت عملت ايه مع المنتخب ده؟ ايه يذكر مع المنتخب ده يا كابتن اسامه شفناه او لعيب ظهرته او حاجه عملتها يخلينا نقول عليك ان انت طلعت بشرف، رغم ان تروح من الدور الاول ده مش شرف؟ اسمع يعني. خسران كورة هنا. الناس لمتني لما انا قلت ان في حاجات ايجابيه برغم الخساره، لان انا كان عندي لحد مكسب المباراه، اوكي. لحد مكسب مباراه واحده بس في المجموعه اتاهل، وده امل لازم مشروع ولازم اوصله للاعيبتي، وده اللي حصل بالفعل. كابتن اسامه انا ما فرقش معايا، انا بكلمك بصراحه، وده كلام انا قلته على الهوا عشان انا ما بتنصلش معاكم. انا قلت على الهوا انتوا يا جماعه ماسكين في الانذار وماسكين في حماده انور وسايبين ان احنا خسرنا ماتشين قبليها واداء وحش. طب ما هو انا هنا خسرت كوره، يعني لو انا كنت بختلف معاك. لو انا كنت كسبت يا كابتن اسامه ماتش اليابان اديله يا ابراهيم او كسبت ماتش نيوزيلندا، ما تقدرش انت تكسب. اكلمك في كوره ولا نتكلم لا يا سلام. اكلمك كوره. ما تقدرش تكسب اليابان بقدراتها وامكانياتها والحاله البدنيه والحاله الخططيه والادوات والمعدات وكل والشغل اللي اتعمل معاهم. اسمع بقى الحته دي. 3 سنين لو اقول لك فتره اعداد اليابان. سلم عليا. انا اشتريت اقسم بالله. طب ما لازم تشتري. دي حقيقه. انا اشتريت. ونفس طب نيوزيلندا نفس القصه. يعني تعالى بقى هنا يقول لك ايه الشغل والخططيه والبدنيه، يعني حتى الخططيه اللي هي شغل المدرب بيقول ان هم اعلى مننا، يعني انت بتقلل من نفسك اصلا. في نقطة برضك اتكلم عليها هي مهمة، ان هم بيعدوا المنتخب بقى لهم 3 سنين. احنا طبعا عندنا هنا جم قبل البطولة بتاعت تصفيات كأس العالم باسبوعين ولا بشهر، تعالى مش عارف يمين امسك الحق لم لعيبة اعمل معسكر، عندنا بطولة تصفيات. طبعا الدنيا حزبي، هو عنده حق في النقطة دي رغم ان هو لا يصلح لتدريب المنتخب. انك اليابان نفس القصة نيوزيلندا. بقول لك نفس القصة نيوزيلندا. لو تتفرج على كورة ابراهيم، انا مش نيوزيلندا بقى صح حديد. انا الراجل هنقول اليابان ماشي، ناس يابانيين برضه. انا الراجل دلوقتي بتاع نقعد على تحليل الاداء لما امسك لما الاتحاد الدولي يطلع احصائيات ان انا مثلا شايط 24 شوطه على الجون، انا مش منوط ان انا اوفق فيها، ده توفيق وعدم توفيق يا ابراهيم. لما يكون عندي 14 ضربه ركنيه 13 24 شوطه على الجون. كم بقى بين الثلاث خشبات؟ 13. اجيبهم من الاحصائيات اللي قدامي. انا معايا كل الاحصائيات. انت فاهمني ازاي؟ انا معايا كل الاحصائيات. لما يبقى استحواذ زنقوا ابراهيم هنا ازاي؟ انا معايا كل الاحصائيات. لما يبقى استحواذي انا 7 ولا 9، يعني نسبة ضعيفة جدا دي ما تدلش على نجاح.